ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الاكلة دي لازم نعملها في العيد، ما ينفعش يعدي العيد من غير ما نعملها. هنعمل بقى الكمونية النهاردة بتكتها وحركاتها. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الكرشة وننضفها كويس جدا، طبعا احنا عارفين بالكربوناتو. هنحطها في مية سخنة وننضفها كويس جدا لحد ما تبقى بالشكل ده القمر ده، وهنقطعها بالمقص لقطع صغيرة كده. وبعد ما ننضفها كويس جدا ونحط لها ليمون ونصفيها، هنحضر حلة على النار ونحط فيها مية وبصلاية وحبهان وورق رولة، وأول ما تغلي على طول ننزل بالكرشة ونسويها ربع سوا عشان ما تاخدش سوا معانا كتير، من غير ملح ومن غير فلفل اسود ولا اي حاجة. وهنحضر بعد كده حلة على النار ونحط فيها 3 معالق سمنة و3 بصلات كبار، ونقطعهم قطع صغيرة كده ونقلبهم بالمعلقة، ونحط معلقة فلفل اسود، وهنقلب البصل بالشكل ده. والكرشة هنا استوت، بصوا بالشكل دوت، نص سوا. وهنيجي بقى ناخدها نصفيها من المية دي. واول ما البصل يبقى لونه ذهبي كده، هنجيب الكرشة وننزل بيها على البصل بالشكل دوت. هننزل الكمية كلها ونقلب كويس جدا لحد ما المية اللي في الكرشة تنشف خالص. وبعد كده ننزل بالصلصة ونقلب كويس جدا الصلصة مع الكرشة بالشكل ده. وهنحط 3 معالق صلصة بالشكل دوت ونقلب. بجد شكلها قمر، تتاكل كده من غير اي حاجة. واول ما نلاقيها دخلت على السوا كده بنحط ملح، وهنحضر كوباية فريك ونغسلها كويس جدا، وهنزود الكرشة هنا مية ونقلبها وهي تقلبتين كده، وننزل بالكوباية الفريك ومعلقة الكمون وبس كده، ونقلب كل المكونات القمر دي مع بعض. والكمونية كده خلصت، بجد تحفة. ونسيبها على النار دقايق لحد ما الفريك بس يستوي. واخر حاجة فصين توم، هنقطعهم كده بالشكل ده وهننزل بيهم على الكمونية. بالهنا والشفا، بجد احلى طبق كمونية هتدوقوه. بجد اللي مش بيحب الكرشة هيعملها بالطريقة دي وهتعجبه جدا. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بجد شكرا على أي حد بيدعمني ويكتب لي كومنت قمر كده شبهه. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب.